بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وسلم ومادتني تربيada waxaan ku jirnay cutubkii 10aad oo ka sheekeynayay al-buhuth waxaan soo qaadanay casharkiisii koobaad oo ka hadlayay aadaabta ay leedahay dacwada islaamku sidoo kale waxaan soo qaadanay casharkii labaad oo ka hadlayay qofka muslimku inuu noqdo qof shaqaysto xoogiisa iyo gacantiisa ku shaqaysto maanta waxaan qaadanaynaa oo casharkan saddexaad ee ugu dambeeyay chapterka uu ka sheekeynaya asbaab an-najah wal fashal asbaab an-najah halkaasi waa jamcu sabab marka la jamciiba asbaab la yiri asbaabtan waxa laga wadaa waa waxyaabaha qofka sabab ugu noqonaya inuu noqdo qofkani qof guuleystay an-najah guul oo adduuniya aakhiraba qofkani inuu noqdo qof guuleystay sidoo kale waxyaabaha sababta u ah qofku inuu noqdo qof aan guuleysan labadaas in casharka ku qaadanayna maanta sida darteed walaalayaal an-najahu fi ad-dunya qofka muslimku inuu guuleysto adduunyada dhexdeeda fi dunya amrun haam waa arin aad iyo aad muhiim ah inaad noqoto qof guuleysta adduunyada waxa weeye saacada hela oo badhaadha hela waa arin muhiim ah jiddan aad iyo aad في حياة المسلم مركز الإيجي نرش قفكم مسلم النجاح جوشو في الدنيا الدنيا ده دحديدة النجاح إن تقوليسته في الدنيا الدنيا ده دحديدة أمر هام وأرين مهمة جدا آد في حياة المسلم مركز الإيجي نرش قفكم مسلم لماذا سببتها محيو نقطي لأن النجاح في الدنيا محايا لي إنه قفك جوليسته الدنيا ده دحديدة يؤدي وحي كان سنة إلى نجاحه في الآخرة إنه قفك آخرة دين جوليست وأدون كإن تقوليسته نقطة قف توصل وددي iyo dariiqadii rasuulka mara calayhi salaatu wasalaam ya arintaasi waxay keensanaysaa inaad aakhirana badhaadhood janno heshood guuleysato ay keensanaysaa نعم ونجاحك في الدنيا يحتاج هدبا الدنيا inaad guuleysataa waxay u baahan tahay ila asbaabo arrimay u baahantahay wala budda waa inaad sameeysaa arrimo saad u guuleysato adduunyada يا آخرة حتى تكون سعد النقطة من الفائزين في الآخرة ذاتك قوليستي آخرة مركا اللي إيجيو هذا بفهم من أسباب النجاح أسبابها كان يقفك إنو قوليستو وحاكم ذا كو الإيمان بالله سبحانه وتعالى قفك نوى إنو يهقف مسلمو إلهي الرميسان تبارك وتعالى وموحدة أو قرصا سيدوك لدى الرسول كيسينا الرميسان عليه الصلاة والسلام إيمان وإنو قفك ليه قف مؤمنا وإنو يهي وحالكها مركا هدانو قفك إيمان بالله دي الدنيا نقول مهيلي آخرا نقول مهيلي قضبك اللبات العمل الصالح وإنه يهي قفكني قف عمل وناكسن ليمي وإلهي تبارك وتعالى عابدي وصلاة دي عبادة دي خيراتك وناقي كد ذلك وإنه يهي هدو يهي وار إلهي وان داو رميسان وربين ماركتا الله يا أبو ري خالقي راسقي وان رميساني ومد فرساني لكن صلاة لما إيمانا يصول لما إيمانا خيرات كلا لما إيمانا دي تاسي ما أنفعس وإنه يهي قف عمل صالح وإنه ليه صدح الإخلاص عمل كانوا صالح الله إيمانا ينوين ألا درتي أوليم وهذه عبادة ذي عمل كاغو إخلاص وايو دي وحوية يدن عبادة كوما نقونس عمل صالح كوما نقونو يو إلهي تبارك وتعالى وحان لو خالص سيرين ما بقى أخبار يابا قضب كأفراد إستغانا وحكمدا ووحيابها قفكو إنو قوليست الدنيا آخرة كينية تقوى الله سبحانه وتعالى وإنو هي قفكنا قف إلهي تبارك وتعالى كبقده والتقوى دوا محي وأمرك الله قالته أمرك إلهي إناد قاعدته أو وحوي إلهي وحو كفري إناد سيدة أفلسو إن سيدة وكلا وحو إلهي كاريبينا إناد سكاقتكتو تقوى الله تقوى دوا السيداس قضبك الشناد وحوي يكو قولينية إناد ماركتا يعني إناد قولي ستو الدنيا آخرة ألا تجعل نجاح الدنيا كلها همك إن أنا الدنيا دون حوجة صارنتي وأنا تكيلين الدنيا نجاح حاجة يجوش هذرنا همي جاودن إن سد الديون وهليدين لكن أنا النقطة قف الدنيا دي سي هدي الدنيا دي تهنا كنت طبعا يا سدوك لدي آخرة دي سينا أصحى قاعدنا يا عمل كي عبادة دي شقي سجيبة أنت بس قدر يا وين النقطة قال بك كل حاجة اللي حادث سجنا حسن التدبير في الأمور وإنه قفكو وناتشيا أرميه iyo maamulitaankeeda arimahaaga inaad arimaad toosisatood hadaf yeelatood arimahaaga yaani iyo wada fiican iyo maamul fiican inaad sameeyso oo qof ma aragtaa de fawda ah inaad iska noqdo sidoo kale waxa kamida al-himmatu al-aaliya waa inaad tahay qof aan sare leh himme sare qof leh waa inaad tahay همة عالية التي تدفع إلى الأخذ بالأسباب همة سر إيهان كسر أو معركة سبب النقطة إن معركة يعني قاعدة أسبابه أتكو جولي سلهين
wayna tahay